باعتبار الملك عبد العزيز زعيما إسلاميا رفع راية التوحيد وطبق شريعة الإسلام وبسط الأمن وجدد مسؤولية الدعوة إلى الله على مستوى التزامات الدولة، وأقام وحدة اجتماعية وسياسة جغرافية كبرى على أساس الإسلام، ونهض بواجب النداء والعمل في سبيل وحدة العالم الإسلامي، وبنى مملكة تعد واحة إسلامية ظليلة للمسلمين كافة. وإن الملك عبد العزيز قد أعاد للنفوس عزها في أمن وطمأنينة ورخاء ووحدة بعد الشتات. أيها الحفل الكريم، إن الملك عبد العزيز عندما جاء من نجد إلى الحجاز في عام 1343 للهجرة بعد ضمها إلى نجد وملحقاتها، من أول رحلة قام بها من الرياض إلى أم القرى على ظهور الجمال، استقر به المقام في مكة المكرمة في وادي الأبطح، ووفدت عليه معظم قبائل الحجاز ومن ضمنها قبائل محافظة خليص بكراها وبواديها انذاك، وقدموا له البيعة والولاء والطاعة، عاهدوه على السمع والطاعة وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه، فأكرم وفادة هذه القبائل وأكرم شيوخها ووجهائها، وأمرهم بإقامة الأمن في قراهم وبواديهم والحفاظ على ذلك، وأرسل لهم فقهاء يعلمونهم أمور دينهم. ونحن من هذا المنبر نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة يومنا الوطني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز، ونائبه الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز، وإلى أميرنا أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، وللأسرة السعودية الحاكمة وللشعب السعودي، ونحافظ على العهد وصدق الوعد ونجدد الولاء والطاعة لولاة أمرنا. رحم الله الملك عبد العزيز الذي وحد الجزيرة العربية بعد شتاتها، رغم أن المدة الزمنية التي قضاها قصيرة جدا في عمر الزمن وفي تاريخ الشعوب والأمم، إلا إنها عريضة بعرض منجزاته المذهلة، وأشبه ما تكون بأسطورة خارقة يذهل لها الإنسان، لأن ما تم صنع خلالها على الصعيدين الداخلي والخارجي يعد معجزة بكل المقاييس. أيها الحفل الكريم، ونحن إذ نذكر هذه السيرة العطرة لهذه الأمجاد نستمد منها انطلاقة إلى المستقبل بكل عزيمة واقتدار، نعزز من خلالها لحمتنا الوطنية، ونؤكد ارتباطنا واعتزازنا بقادتنا وزيادة التحامنا بهم، ونستشعر ما نحن فيه من أمن وأمان ونعمة واستقرار، ونشكر الله تعالى وندعوه أن يديم لنا قاداتنا ويوفقهم، ونكمل مسيرتنا بالخير والسلام، وكل عام وأنتم والوطن بخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وللوطن فرحة، وفرحة الوطن في منجزات شبابه،
هذه فرقة البحار بقيادة بسام لبان تنشد للوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. طبعا أحب أن أقدم هذا المجس بحضوركم وأحمد الله عز وجل على سلامة خادم الحرمين الشريفين ووصوله بالسلامة، وبمناسبة برضو اليوم الوطني وعيدنا السعيد. صلوا على الحبيب. أدين الصلاة على الحبيب وصلاته نور وضيب. الله صلى والملائكة الكرام على الحبيب وينال من صلى عليه الخير والمدد الرحيم. فإذا دعوت الله في أمر عصيب فابدأ دعاك واختتم بالصلاة على الحبيب. إلى المليك المفدى صوت موالي، إلى المليك المفدى صوت موالي، ففي شفائه أحيا الله وأمالي، ففي شفائه أحيا الله أحيا الله أحيا الله وأمالي. عافاك ربي عافاك ربي فأحيا الشعب أجمعه، فحالك حال شعب فحالك حال شعب أيها الغالي. فالحمد لله تكفينا سلامتكم، فالحمد لله تكفينا سلامتكم يا رمز كل الوفا يا سيد الوالي. عيد الخير تهنئة وبشرى بشرى
صلى الإله على الذي في الكون شمس لا تغيب وتغرب